الغدة النخامية بتفرز هرمونات للجسم كله، والغدة النخامية هي مسؤولة عن فرز هرمون النمو، وان لو في ضعف في هرمون النمو فالعضلات بتتأثر او العظام، الطول، كل ده بيبقى فيه مشاكل لو في نقص في هرمون النمو. وقلت كمان ان لو السكر مش في مشكلة في السكر، هرمون النمو بيظبطه. انا كان قصدي عن مشكلة هبوط السكر بس. السكر، الاطفال اللي عندهم سكر حاجة، والاطفال اللي بيجيلهم هبوط سكر بس وهم ما عندهمش السكر حاجة تانية. انا الفيديو ده هيتكلم عن الاطفال اللي بيجيلهم هبوط سكر وهم ما عندهمش سكر. يعني الطفل ده راح للدكتور وعمل كل التحاليل وعمل الاشاعات، والدكتور قال له ده انت عندك نقص في هرمون النمو، وهو اللي بيعمل لك هبوط في السكر. تمام. عشان الاطفال اصلا اللي عندهم سكر